ملازمة السكون في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، رواه مسلم. وهذا يقتضي السكون في كل فعل من أفعال الصلاة، فكثير من المصلين لا تسكن جوارحه، نجده يعبث بيديه أو رجليه أو عينيه أو رأسه، يحرك يده، ينظر إلى ساعته، ينظر إلى الهاتف الجوال، يقدم رجله ويردها، يرفع بصره إلى السماء. ورفع البصر إلى السماء في الصلاة ينافي الأدب مع الله، ولذلك كان حراما، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا، وقال فيه قولا شديدا كما جاء في الحديث: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم، رواه مسلم. فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه.